النهارده نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة مع المجموعة البحرية التابعة لحلف الناتو SNMG2 واللي بتزور مصر لعدة أيام. التدريب ده جاي في ضوء علاقات التعاون العسكري واللي بتجمع القوتين البحريتين، وبيشتمل على زيارة المجموعة البحرية لميناء الإسكندرية وتبادل الهدايا التذكارية وتنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة مع وحدات من القوات البحرية المصرية بهدف نقل وتبادل الخبرات التدريبية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا التدريب من اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. قول لي أهمية هذا التدريب الآن ما هي؟ بص أقول لحضرتك حاجة، عشان نفهم التدريب المشترك لازم نبدأ من البداية نشوف بيحصل إيه في القوات المسلحة. في عندنا الأول تدريب الفرد أول ما بيدخل القوات المسلحة، وبعدين تدريبه على المعدة، وبعدين تدريبه مع الأطقم، وبعدين تزيد مع الوحدة القتالية، وبعدين الوحدات القتالية مع بعضيها، وبعدين تطلع مجموعات تنفذ الكلام ده في البحر، وآخرها بالذخيرة الحية. طبعا الكلام ده بيتم في خلال العام التدريبي بالكامل. لما نيجي بقى أرقى مستويات التدريب اللي هو التدريب المشترك، بتكون إجازة عشان تشتركي مع وحدات مقاتلة أخرى من دول أخرى بتستفيدي منها استفادات. ايه؟ اول حاجه احنا التكتيكات بتاعتنا هنا في مصر هي التكتيكات السوفيتيه او بيسموها الشرقيه، لان احنا بنتبع المدرسه الشرقيه. حلف الناتو بياخد العقيده الغربيه. العدو المشترك بتاعنا اللي جاي هو ايه؟ العدو الاسرائيلي. بيستخدم ايه؟ بيستخدم العقيده الغربيه. اذا بالتالي انت جيشك بيتدرب مع عدو مقاتل مستقبلا بيتبع العقيده الغربيه. الحاجه الثانيه، انت النهارده جبتي اسلحه جديده عايزه تجربيها، ومش هتدربيها مع اسلحتك بس، لا ده انت بتدربيها اصلا مع قوات اخرى في على مستوى عالي من التدريب. الحاجه الثالثه بقى المهمه، حلف الناتو احنا قريب هيبقى لنا له عمليات مشتركه مع بعض في تامين باب المندب. باب المندب النهارده اللي بيامنه قوات حلف الناتو اللي هي الفرنسويه والامريكيه في القاعده الجويه اللي موجوده في جيبوتي تحت. اذا كل ده بيدينا فكره وامل ان ده زي ما قلت لك ارقى مستويات التدريب على القتال. انت بتتدربي مع اكبر قوه بحريه موجوده في المنطقه، وبعدين يا بخت القوات البحريه حقيقي بعد ما سياده الرئيس السيسي تولى حجم القوات اللي جت كبيره، وهتزيد الفتره اللي جايه بالاربع غواصات الالماني اللي هي احدث غواصات في العالم جايه لمصر، ونقدر نقول مع بدايه العام القادم هيبقى عندنا اكبر قوه بحريه في المنطقه. كويس. أهمية إن يكون عندي أكبر قوة بحرية في المنطقة، عايزة الناس تبقى مستوعبة ده، لأن في ناس بتقول لك وليه كل التسليح ده؟ وليه كل المعدات دي؟ وليه كل هذا الصرف؟ كلام رائع. أولاً أنت عندك الفترة اللي جاية زي ما كل الدراسات بتقول إن المنطقة بتاعت البحر الأبيض المتوسط وشمال الدلتا عايمة على بعيرة من الغاز. طلع يعني أول حقل طلع كمية كويسه جدا. اعتبارا من 2018 مصر هيبقى عندها اكتفاء ذاتي في الغاز طبقا للتقديرات الغربيه وليس التقديرات المصريه. فانت محتاج اي استثمار في اي حته لازم قوه تحميه. انت في البحر النهارده في سياده الرئيس السيسي طلع اليونان وطلع قبرص وحدد الحدود البحريه وبقت تمام. مين يحمي هذا الكلام؟ لازم يكون عندك قوه بحريه. عندك قناه السويس ده النهارده هي اللي تجيب لك اهم دخل موجود عندك في مصر، لازم قوه بحريه تحميه. باب المندب احنا كنا الفتره اللي فاتت مش قادرين نحمي باب المندب، ولو اي حاجه بتحصل فيه زي القراصنه الصوماليين لما تعرضوا للملاحه كان ممكن قناه السويس تقع. اذا لازم يكون عندك قوه بحريه قويه تؤمن سواحلك، تؤمن خطوط الملاحه بالذات لصالح قناه السويس وصالح الاستثمارات في الفتره القادمه. تمام. اشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء، واتمنى ان يبقى لينا لقاء قريب يعني الاسبوع الجاي اذا كان يناسب حضرتك، لانه في كلام كتير في هذا الموضوع وغيره كمان. انا بشكر حضرتك جدا اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق.